لو عاوز ارسم شخص مفتول العضلات، راجل جامد كده من بتوع الجيم واللي هم الجردات والحاجات اللي زي دي، برسم شخص عادي جدا. بص احنا زي ما قلنا قبل كده بنبدأ بالوش، وبعد كده بنرسم الجسم عبارة عن خط يعني شكل مستطيل كده لحد الآخر. الآخر ده اللي هو الأرض اللي هو واقف عليها. بقسم الوسط، الجسم يبقى في جزء علوي من الجسم والجزء السفلي. الجزء السفلي احنا قلنا ايه؟ بيبقى الرجلين. بفرق ما بين الرجلين كده ان انا بعمل زي 8. مش بوصل للتمانية دي للآخر لأن مفيش حد رجله بتنزل من بطنه على طول، لا، في عندي منطقة الوسط دي مهمة جدا. طيب ده بالنسبة للشخص العادي. أنا عاوز أعمل شخص مفتول العضلات. من سمات الشخص المفتول العضلات اللي بيبقى عريض المنكبين، بيبقى كتافه عريضة، بيبقى له عضلات. فأنا هبرز العضلات من غير ما أدرس تشريح. يعني أنا مش هتكلم في التشريح، أنا هتكلم من الناس اللي هم الفتنس، اللي حوالينا دول. أنا باخد منهم بقى إيه اللي أنا ملاحظه منهم. تمام. طبعا مهم ان انت تدرس تشريح علشان بس احنا ما بننفيش اهميه ان انت تدرس التشريح والقواعد والقوانين والنسب والحاجات دي كلها. بس انا بتصرف، انا راجل هاوي وبحاول ان انا اتصرف. باجي عند نص الجسم اللي فوق ده اللي عندي هنا، دول الكتفين والدراع المفروض نازل من هنا. ده الشخص العادي. لكن شخص قوي، بروح مكبر الايه، الكتف من هنا. الخط اللي هو المستقيم ده بتاع مش هيبقى بقى من فوق مستطيل كده زي ما هو باين، لا، هيبقى زي شبه منحرف كده اللي هو ايه، بالشكل ده كده. والرجلين خليها زي ما هي. بعد كده ايه، الدراع بقى نازل من هنا ومن هنا. طيب انا عايز اعمل بقى توزيعة عضلات، عايز يبان اللي هو مفتول العضلات، مش مجرد بس واحد على شكل مثلث او واحد كده كتافه عريضة وخلاص. اعمل ايه؟ اولا الشخص القوي جدا ده من سماته ان رقبته بتبقى كبيرة. يعني رقبته كبيرة، مش هنعملها بقى صغيرة زي ما دايما بنعملها. تعالى بقى نوزع العضلات بطريقة بسيطة جدا. عندي هنا كتف وهنا كتف. تمام. عندي ما بين من الدراع للكتف، من عند الرقبة للكتف، مكان ما بيطلع الدراع، عندي هخليها زي قوس كده اللي هي عضلة الايه، اللي هي الترابيس. قوس من هنا ومن هنا، ما بوصلش عند الكتف قوي لان الكتف اصلا عضلة لوحده. تمام. بعد كده بقسمها ازاي؟ الدراع بقسمه لجزئين. في جزء علوي اللي هو الجزء، يعني عندي هنا الكوع وهنا الكوع اهو. فعندي الجزء ده الجزء العلوي، بعمله بقى يعني شكل بيضاوي كده لوحده. وعندي الجزء السفلي بعمله برضو شكل بيضاوي. الجزء السفلي اللي هو من عند الكوع لغاية كف الايد. ادي كف الايد. تمام. طيب ده هسيبه كده خط مستقيم؟ لا، مش هسيبه خط مستقيم. انا عندي هنا في عضلة برضو، في ايه، تدويرة كده اللي هي بتاعت المجانس، اللي هي بتخلي الابطال دول مضطرين ان هم يفردوا دراعهم. طبعا في ايه عضلات بقى، ايه، الصدر، عضلات البطن، مش عارف ايه. بس احنا هنعمل الراجل ده عادي جدا، مش بيعمل عرض كمال اجسام، ولكن هو واقف عادي جدا ولابس ملابس عادية جدا، او لابس تيشيرت ضيق عشان يبين العضلات. عارف انت الحركات دي؟ تعالى كده نشتغل بالقلم الاسود اللي هو التحبير. ادي عندي الراس، طبعا علامة الزائد في النص. تعالى برضو علشان الناس اللي اول مرة ترسم معانا، علامة الزائد في النص. برسم هنا العين وهنا العين، وفي النص المناخير والبق اهو. الودان بتبقى في نفس محاذاة العينين، نفس الخط اللي بالعرض، نص دايرة هنا ونص دايرة هنا، ده مكانها الثابت. تعالى بقى نديله ايه، ملامح كده قوية. اللي هو راجل حازم كده. عارف انت الابطال بتوع الجيم دول اللي بيلعبوا في ماسك جهاز كده بيلعب فيه وما بيكلمش حد كده. تمام. هو بيبقى مركز يعني عشان بس ما نظلمش حد. راجل مركز يعني، مش تناكة ولا حاجة. وادي امشي بقى على العضلات اللي انا بعملها. طبعا الكلام ده كله وانا بقى ماشي على العضلات، مش بمشي بقى دواير، لا، انا بمشي. عارف انت ايه، خلي ايدك مرنة كده معاك. في طبعا دي منطقة الايه، ده هنا الكوع. الكوع، الدراع بيتنى من عند الكوع. كل ده من غير ايه، وانا مش عارف تشريح، ولكن انا بتصرف انا كواحد المفروض ان انا ماليش في الرسم قوي. ازاي اتصرف بحيث ان انا محتاج ان انا دلوقتي ارسم حد مفتول العضلات. وادي العضلات اللي هي المجانس. والرجلين طبعا مش هتنزل عن مستوى الارض، بحيث ايه، يبقى الشخص بتاعي واقف قوي وثابت، والرسمه بتاعتي بخطوط قويه. ممكن حتى نعمل له بقى القميص بتاعه كده. كده طلع مش قميص، ده طلع تيشيرت على حاجه كده غريبه. المهم يعني مش عاوز ادوس في تفاصيل اكتر من كده علشان ما لخبطكش، بس خليني الون التيشيرت او القميص او السويت شيرت اللي هو لابسه ايا كان اللي هو فوق ده، بحيث ان انت برضه تشوف
في الاخر الناتج هيطلع ازاي. انا بس هلون بسرعه. طبعا وانت بتلون خليك ايه على اتجاه واحد زي ما دايما بنتكلم، وما تخرجش بره الحدود السوداء دي اللي هي القلم بالتحبير، ما تخرجش براها على قد ما تقدر يعني. ده بس نصايح مبدئيه كده بحيث ايه ان انت تبقى بتطلع رسم شكله كويس. وعندي كمان البنطلون، تعالى كده نديله بنطلون برتقاني كده اما نشوف ايه اللي هيحصل. برتقاني فاتح كده شبه الاصفر، مش عشان حاجه، هي بس انا لقيت القلم قدامي كده فعشان وقتك كمان ما اقعدش ايه ان انا افكر كتير. تعالى مثلا نلبسه حزام كده برضو، نجيب البنطلون بقى، مش عايز اضطر ان انا اعمل ايه زيادات. نعمله برضو شويه شعر كده ايه قصيرين مش مشاكل. تمام بس كده.